واحد النهار حميده هز معاه واحد الميكا في يديه وقصد السوق. مشى بقى تيدور حتى وصل للجهه ديال موني البال، هو شير لعبد الله مول الحوايج، ولكن عبد الله كان مشغول ما شافوش. المهم قرب منه حميده وسلم عليه وقال ليه جبت لك الهوته معلم. سول عبد الله بايع ولا شاري؟ قال لي لا بايع. هاك الجاكيطه شوف واش بان لك فيها. قال لي مزيانه، شحال تقول فيها؟ قال لي حميده ماشي بزاف، راه غير 100 درهم. شد من عنده عبد الله ولاح ليه 50 درهم وقال لي هذا جهده. حميده بدا تيغوت وقال لي راه ساويه اكثر من الثمن، غير سلكنا معك حيت انت ديالنا. زادوا عبد الله 10 دراهم وقال لي يلا درك عليا زابتك من هنا. حميده شد الفلوس ومشى للصاكه، خدا باكيه الكارو وداز خدا ساندويتش وموناضه وجلس تحت واحد الدار تيكمي مع راسو. كمل وكلا ساندويتش مع الموناضه وهو تيفكر في شخص واحد اللي هو المنديلي. في العشيه حميده وهو مجبد في بيته اللي كاريه في السطح سمع الصداع ديال الجيران ديالهم. المنديلي تيغوت على مراته. فين هي الجاكيطه هذيك المراه؟ اش من جاكيطه عاوتاني؟ الجاكيطه الزرقاء ديالي. والله اعلم. واش جا عندك شي حد اليوم؟ لا. مشيتي عند شي حد؟ لا. ايوا شنو سرقوها الجنون؟ وقلت لك الله اعلم. وزايدون الجاكيطه مشات نشريو لك جاكيطه اخرى، مالك فرع عنا راسنا. وغرضي ماشي بالجاكيطه، غرضي باللي فيها. اشنو فيها بالسلامه؟ وفيها رزقي مسخوطه، فيها رزقي. حميده سمع كل شيء، سمع هذا الحوار كامل وسمع الجمله ديال الجاكيطه فيها رزقي وهو يصفر وجهه. ياك الجاكيطه قلبتها انا وما لقيت فيها والو. ناري وقيل الفلوس اللي داوي عليها كان خاشيه في التبطين ديال الجاكيطه. هذه ما طاحتش ليا على البال. وهو يفكر باللي خصو بالزربه يرجع عند عبد الله مول البال باش يرجع الجاكيطه من عنده، والا غادا تخلى دارو. لكن المشكله هو واش المنديلي غادي يعيق به هو اللي سرقها ولا لا. حميده جمع الوقفه وشد بديك الساعه بجريه للسوق، ولكن لقاه خاوي. بقاو فيه غير شي وحدين جالسين في القنت تيقمروا، وشي واحد تيجمع سلعته. مشى سول عليه في القهوه ديال جريندو، قالوا لي راه ما جاش اليوم. فكر مباشره كره عبد الله لقى الفلوس وجالس يحسب فيهم دابا. حميده قال مع راسو والو، اليوم نبات حنا في السوق باش غدا يلقاني مصبح عليه. هو يتجبد فوق واحد الطبله شويه وهو ساهي تيفكر في اشنو غادي يدير في هذه المصيبه، وفي انه زقل هاد الفلوس وكون عرفهم كون خداهم وهرب من السيكتور كاع، حتى تيحس بواحد التقرفيده نزلت عليه. هز راسو لقاه المنديلي. تفاجئ، سولو المنديلي اش تدير هنا؟ قال لي لا والو، غير جاني الصهد في الدار وقلت نهبط نعس هنا، بارد شويه الحال. بقى تيشوف فيه هو يقول ليه يلا صافي تخمد بلاصتك ومشى بحالو. تما حميده بدا تيخمم ودخلوه التناوي. قال مع راسو واش المنديلي كان شاك فيا وحاضيني ولا غير داز من هنا صدفه. المهم حميده ما يهنا له البال ويرتاح حتى يرجع الجاكيطه. في الصباح حميده حل عيني على صداع الناس والدنيا بدات تتعمر في السوق. هو يبان لي عبد الله مول البال جار كروسو وجاي، هو يقصدو. قال ليه فين هي الجاكيطه؟ جاوب عبد الله يا فتاح يا رزاق بقى حتى ما قلنا بسم الله. عاود سولو حميده فين الجاكيطه يا صاحبي؟ قال لي لاش تسول على شي حاجه ماشي ديالك؟ وانت جاوب فين الجاكيطه؟ بعتها. مصيبه هادي، بعتيها لمن؟ بعتها للرباطي. ونهار كحل هذا اللي بعتيها فيه للرباطي. واش لقيتي فيها شي حاجه؟ لا ما لقيت والو. اش كان فيها؟ وفيها رزق عباد الله. اواه رزق من؟ فيها الفلوس المنديلي. ياك ود الحرام بايع ليا مصيبه، وراك انت عاودتي بعتيها وزدتي كبرتي المصيبه. قال لي ما كاينه فايده في البكا دابا، نتسناو حتى الليل يكون الرباط يرجع من الرباط وديك الساعه يكون خير. في العشيه مشى حميده وعبد الله للقهوه ديال الريفي ولقاو الرباطي لاعب الرامي مع شي دراري تما. سلموا عليهم وجلسوا معاهم عادي بحال ما واقع والو. بقاو سهرانين في الرامي والهضره، وحميده مع عبد الله عياو بالجلسه وبقاو تيتسناو غير الفرصه فين يسولوا الرباطي على الجاكيطه. دازت شويه تشجع عبد الله وقال ليه ان شاء الله تكون الجاكيطه عجبتك. قال لي ناضيه، غير هي جاتني واسعه شويه، خصها تصير شي 2 سنتيم. راه الصباح حطيت عند ابراهيم الخياط. خداو المعلومه كملوا مع الرباطي وما قالوا ليه والو بطبيعه الحال. وهما راجعين قال لي حميده ابراهيم دا الحصيصه كامله معلم. جاوبوا راه انت اللي حياتك كلها وانت منحوس، ماشي شغلنا دابا، خاصاني ديك الفلوس باش نهرب في حالي من هذا القنت. قال لي عبد الله حتى كيفاش؟ وانا المنديل غيسحب لي انا شريكك في هذه المصيبه. قال لي حميده ما تخافش، هو ما عارفش اصلا اللي بيني وبينك غير ناس على جنب الراحه. الصباح مع العشرة حميده وعبد الله بعثوا على ابراهيم الخياط. السلام كي داير الاحوال العائله كلشي مزيان؟ ما خلاش لك الرباطي واحد الجاكيطه البارح؟ اييه كاينه موجوده. قال لي ساليتها ولا مازال؟ اودي والله الا مازال ما ساليت ليها. اليوم كان عندي واحد الكوموند ديال شي بلوزات باقي كاع ما ساليتهم، محتاجينها با ابراهيم. انا الشيطان حميده هذيك راه امانه، عيب با ابراهيم ما ردها لك دابا، ما عندك مناش تخاف. ويلي يا صاحبي ما بيناتناش. ما لقى ما يقول ناض من بلاصتو بقى تيقلب في واحد العرام د الحوايج حتى لقاها ومدها ليه بالزربه. بدا حميده تيقلب فيها ويدورها من هنا لهنا حتى حط يدو على التبطين، لقى فيه سلسله مخبيه، جرها وخشى يدو وهو يجبد الفلوس. تما قال لي عبد الله نقسموها وكل واحد يغبر، ما شفتونا ما شفناكم. بدا حميده تيحسب في الفلوس وهما تيتسناوه يقسم معاهم. شويه سمعوا واحد الصوت تيقول تبارك الله عليكم. هزوا عينيهم لقاوه المنديلي. قال لي الخياط والله ما معاهم انا بالله، هما جاو وانا عطيتهم الجاكيطه بلا ما نعرف حتى حاجه. عبد الله تا هو بدا تيزاوق وتيتبرى من حميده وحصل فيها السي حميده وما عارف ما يقول. شنق عليه المنديلي وقال ليه عند بالك ما كنتش عارف اش تدير في هذه الايام كامله؟ كنت مراقبك من النهار الاول يا ولد الحرام. يا جماعه مع واحد
التمرميقه حتى تزاوط في الارض وقال ليه ودابا الا باغي تعيش حط الفلوس وما عمري نعاود نشوف خليقتك في هذه المدينه كامله. فعلا حميده جمع النوضه ويلا غادي يخرج من المحل الخياط وهو يسمع. وفجأة دخلوا جوج ديال الضباط سيفيل ومعاهم 4 آخرين بالكسوة. قال لهم الضابط حد داكشي اللي في يدك وتحت ما يتحرك من بلاصتو. وهو يقول للمنديلي سيمانه وانت كتجرجر فينا يا الكلب. في العشيه وقفت واحد البورش كاين قدام الكوميساريه، هبط منا واحد بوكرش ودخل عند الضابط سلم عليه وقال لي اندرا، قال لي لقينا الجاكيطه ديالك وشدينا اللي سرقها ولقينا فلوس كامله ما ناقصه حتى درهم، غير هو خصك تبقى حتى نكملوا شي محاضر. قال لي تبارك الله عليكم وغمزوا. قال لي الا جات على خاطرك منين تبغي ترجعها ليا ما كرهتش تخلي الفلوس مخبيه ببلاصتها. قال لي ماشي مشكل ما يكون غير خاطر.